بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني واحبائي، اعضاء منتديات اف اكس اريبيا. احب ارحب بيكم في فيديو جديد ودرس جديد من المكتبة التعليمية بتاعتنا، مكتبة الألف فيديو لتعليم الفوركس. النهاردة هيبقى الدرس بتاعنا عن شرح لبرنامج الميتا تريدر، اللي هو برنامج التداول الأشهر في سوق الفوركس. والنهارده ان شاء الله هنشرح كل الايكونز، وازاي نستخدم برنامج الميتا تريدر، وازاي ان احنا نقدر ناخد اوامر بيع واوامر شراء، بحيث يبقى الوضع الشرح يكون سهل ان شاء الله وبسيط. هنبدأ واحدة واحدة مع ايكون ايكون، ومع صورة صورة، ونعرف كل حاجة من دول لازمتهم ايه. طبعا بالنسبة للفايل، في حاجه نيو شارت، في اوبن فايل، او انا هشرح الميتا تريدر بالانجلش، وانت ممكن تترجم باللغه العربيه لو عايز. باللغه العربيه بتروح عند فيو لانجويج، وتغير اللغه الى اللغه العربيه، وتقفل الجهاز، وتقفل الستيشن، وتفتح تاني بعد كده هتبقى باللغه العربيه. فانا هشرح باللغه الانجليزيه، لان انا معرفش صراحة أشرح باللغة العربية، لأن أنا عمري ما استعملت الستيشن باللغة العربية. عندنا فايل فيها نيو شارت. لو أنت عايز تفتح شارت لعملة معينة، حلو، وهتلاقي برضو نفس الحاجات موجودة هنا، دي برضو اسمها نيو شارت. هنا أغلب الحاجات الايكونز اللي فوق دي أغلبها موجود تحت، بس احنا برضو هنشرحها بشكل سريع. اوبن فايل لو عايز تفتح فايل، الحاجات دي كلها اعتقد سهله. عشان تفتح اكونت ديمو، هتروح عند اوبن ان اكونت، تكتب اسمك وبياناتك، وتختار مثلا رصيد البدايه اللي انت هتبدا بيه. مثلا وليكن انا عايز ابدا ب 10000 دولار. حلو، نعمل ان انا موافق ان انا استلم نيوزليتر، وبعد كده ادوس نكست. دي السيرفرات بتاعه الشركه. طبعا انت بتحمل ميتا تريدر بتاع اي شركه. اعمل سيرش على ميتا تريدر، وشوف اي شركه انت عايز تحمل السيشن بتاعها. حلو، نختار مثلا اف اكس زي مالتا ديمو سيرفر، دوس نكست. جاب لك اللوجن بتاعك، ده رقم حسابك وده الباسورد. ودي حاجه اسمها الانفستور باسورد، اللي هي لو هتديه لحد بحيث ان هو يتابع حسابك، بس ما يقدرش ينفذ عليه عمليات. اذا بقى عندنا ادي رقم الحساب وادي الباسورد. نسجلهم. حلو، وبعد كده هنعرف ازاي نغير الباسورد بتاعتنا. حلو، ندوس فينيش. هيبدأ يحمل الحساب اللي احنا كده اشتغل، وكده قرأ Incoming mail. الحساب، وده حساب جديد. حلو، ادي الحساب، رقم الحساب بقى موجود عندنا فوق، وديمو اكونت. تمام. في لوجن، لو انت عايز تخش تكتب اللوجن بتاعك، الباسورد، وتختار السيرفر بتاعك. هنا ده لايف سيرفر 3، فانت حضرتك هتقوم جاي مختار اللي هو ديمو سيرفر اللي انت فاتح عليه، ديمو سيرفر 2، وتعمل لوجن ويخش على الحساب. بالنسبة لفيو، دي فيها اللانجوج، اللغة. اختار اللغة اللي انت عايزها. فيها التول بارز اللي هم محطوطين هنا، اللي هم الاربع حاجات، ادي الستاندرد والشارت والبريودستي واللاين. الستيتس بار اللي هو موجود تحت، شارت بار اللي هو موجود هنا اهو. كل الحاجات دي موجودة. ماركت ووتش، الداتا ويندو، النافيجيتور، تيرمينال، كل الحاجات دي موجودة هنا. هتلاقي حتى نفس الاشكال، هنشرحها لما يجي وقتها. انسرت انديكيتورز برضو موجود، والفيرتيكال واللاين وكل الحاجات دي برضو موجودة. في هنا شوية اضافات بسيطة، اللي هي الجان لاين، اللي عايز يحط جان لاين، ودي حاجة ادفانسد شوية. او لو عايز ترسم اسهم على الشارت. ودي برضو بعض المؤشرات، زي اندروز بيتشفورك، شوكة اندروز. وده لو عايز تكتب تكست، تكتب اي حاجة على الشارت بتاعك.
دي برضو كل الايكونز دي موجودة هنا في الصور وهنشرحها. تولز دي لو انت عايز تاخد اوردر، لو انت عايز تاخد بوزيشن وهنشرح ازاي ناخد بوزيشن. هيستوري سنتر لو انت عايز تنزل تاريخ عملة من فترة معينة، مثلا بداية مثلا من 2009. الجلوبال فاريبلز لو انت عايز تحط شوية متغيرات. الميتا كوست لانجويج اديتور لو انت عايز تكتب اكسبرت لازم بتعمل بلغة الميتا كودز، ده للناس المبرمجين. بالنسبة للاوبشنز هنشرحها شوية. ده رقم الحساب بتاعنا، وده ده رقم حسابنا، وده الباسورد اللي احنا خزناه. لو عايزين نغيره هندوس عند تشينج ونكتب الباسورد القديمة، وبعد كده نحط الباسورد الجديدة ونكتب الباسورد الجديدة تاني وندوس اوكي. خلاص يبقى كده الباسورد اتغيرت. دي بعض ال الاختيارات حلو اللي احنا برضو هنشرحها. موجودة في دي الرايت كليك على الماوس، لما تعمل الرايت كليك على الماوس دي اوبجكتس وتريدز كلها بتبقى اوتوماتيك ما بتتغيرش. لو في اكسبرت بتشغل اكسبرت، لو انت بتعرض الاكسبرت على اونلاين تقدر تعمل له ببلش. دي حاجات شكل الويندو، عايزها كاسكيد، عايزها بالشكل ده بالشكل ده يعني. نبدأ بقى نتكلم هنا. هي دي الحاجات اللي احنا هنستعملها، ودي فيها كل حاجة. ده كان شرح سريع بس للايكونز اللي فوق علشان محدش يبقى الموضوع صعب عليه. ده اللي هو نيو شارت، هنفتح شارت جديد. بندوس هنا بنختار العملة اللي احنا عايزينها، وليكن هنختار عملة مثلا الباوند دولار. دي باوند دولار، ونفتح ونشوف شكل الباوند دولار. ادي شكل الباوند دولار، الشرط هنا، وادي السعر قدامنا بيتحرك. ده سعر الباوند دولار دلوقتي. تمام. اذا نقدر نفتح اي شرط احنا عايزينه. دولار فرانك مثلا، دولار امام عملة الفرانك. ادي شكل الدولار امام الفرانك. تمام. يبقى هنا من هنا يتم اختيار الشرطات. هنا برضو ده لو انت عايز تنقل من بهذا الشكل، اشكال متغيرة. برضو دي مش لل يعني محدش بيستعملها. هنا الماركت ووتش، وهنا الاسعار. ده سعر الشراء وده سعر البيع. ومن هنا تقدر تعرف الفرق قد ايه ما بين الشراء والبيع. يعني اليورو دولار ادي السعر بتاعه في الوقت الحالي، وادي سعر البيع بتاعه. هتلاقي الفرق حوالي اتنين. ده الاسعار كلها بتتحرك قدامك اهي، في حاجات طالعه وفي حاجات نازله. طبعا مش معنى ان يعني ان الاحمر بقى عندنا احمر فالسعر بينزل، لا، الاحمر بيبقى احمر وبيبقى ازرق ملايين المرات كل يوم. طبعا دي احنا لازم نتقن التحليل بعد كده. هنا الداتا ويندو، لو في داتا يعني بتاعت الشموع، هت هتوقف على شمعة. هيقول لك مثلا وليكن الشمعة دي هنوقف عليها، ادينا شايفينه بيتحرك. هيقول لك دي بتاريخ كذا، فتحت من سعر كذا وقفت من سعر كذا. ودي كده كده انت يعني لما بنحط ال- الماوس على الشمعة، فهو بيجيب لنا برضو تحت. لو شايفين في الستيتس بار اللي تحت ده، هيجيب لنا اهو. ادي مثلا اهو، شايفين تحت بدأت عند التوقيت. تاني خانة اللي هي الاوبن اللي هو الافتتاح. تالت خانة اللي هو الاتش اللي هي الهاي، اعلى سعر وصلته الشمعة دي. الخانة اللي بعديها ال اللي هي اللو. وبعد كده الخانة اللي بعديها اللي هي السي اللي هي كلوز، الشمعة قفلت هنا وعملت لو هنا. وبعد كده الفي اللي هي الفوليوم اللي هو عدد التداول في اثناء الشمعة دي. طبعا دي مهم ان انت تسيبها
مفتوحة قدامك عشان تشوف تحركات العملات. النافيجيتور ده بيضيف لك يعني هنا بيشرح لك يعني حالة الحساب، اللي هو ادي الاكونتس اللي عندك، لو انت عندك اكونت لايف اكونت ديمو. هنا الاكونتس اللي عندك، الانديكيتورز دي المؤشرات الموجودة عندك في المنصة، وبرضو هنحصل عليها من ايكون برضو فوق، الايكون دي indicators. اكسبرت لو انت هتشغل اكسبرت ادفايزر، حلو، يعني برنامج التداول الآلي. كاستم انديكيتورز لو انت عامل انديكيتور وحاططها في فولدر معين، دي اللي انت موجوده هنا، الكاستم انديكيتورز اللي انت ضايفها على المنصه. ولو انت ضايف سكريبت، دي شوف الايكون اللي بعديها دي اسمها تيرمينال عفوا. وتيرمينال اللي هي بتوضح الحساب تريد دي، ده رصيد الحساب اللي احنا فتحناه الديمو. اكونت هيستوري هتروح يعني لما بتنفذ عمليات هيجيب لك كل عملياتك، وتقدر تحمل الهيستوري بتاعك عن طريق بتختار التاريخ اللي انت عايزه. حلو، لو انت عايز مثلا تاريخ معين او اول هيستوري، وبعد كده تقوم جاي عامل حفظ، عامل له حفظ سيف از ريبورت او سيف از ديتيلد ريبورت، كده تقدر تحصل على التقرير بتاعك. نيوز لو في اخبار جديده الشركه بتبثها على المحطه. اليرتس لو في تنبيهات الشركه هتبعتها لك. ميل بوكس لو في ايميلات الشركه هتبعتها على الستيشن. والجورنال ده اللي بيكشف كل يعني حاله الحساب، تخيل الحساب يعني انت دخلت دي اللوجن بتاعك بارقام حساباتك، لما تيجي بتنفذ اي عمليه بيتكتب هنا في الجورنال، بحيث لما يحصل اي مشكله في التنفيذ او حاجه يبقى في معاك مستند تقدر ترجع بيه للشركه وتطالب بحقوقك. الايكون اللي بعد كده اللي هي استراتيجي تيستر وده لو انت عندك اكسبرت معين تختار الاكسبرت بتاعك، وبعد كده تعمل له تيست. ودي حاجات برضو ادفانسد هنبقى نشرحها في فيديوهات قادمة. تعمل تيست للاكسبرت بتاعك. نيو اوردر، وهنا ازاي تقدر تاخد عمليات. انا معلش اوسع شوية. ازاي تقدر تاخد عمليات. هنا انت واقف على عملة دولار فرانك، هناخد نيو اوردر. هو العملة بتاعتنا اللي هي دولار فرانك مع الدولار اليونايتد ستيتس دولار مع السويس فرانك. حلو. الفوليوم دي اللي هي قيمة النقطة اللي انت عايز تخش بيها، يعني كل ما السعر اتحرك، يعني احنا شايفين السعر دلوقتي مع كل حركة نقطة، يعني السبعة دي تبقى 8. الرصيد بتاعك هيتغير على حسب الفوليوم اللي انت هتختاره هنا. اذا هنا زي ما احنا عارفين وشرحنا في كورس الفوركس الى الف من الياء، اللي هو شارح بقى كل الفوركس من البداية خالص، حتى يعني كل المؤشرات، كل التحليلات الفنية، كل التحليل الكلاسيكي، اشكال الشموع، النماذج، كل الحاجات دي موجودة في القناة بتاعتنا على اليوتيوب، وموجودة في قسم الفيديو في موقعنا www.fx-arabic.com. نيجي نزود هنا الفوليوم بتاعنا اللي احنا هنحدده، دي كده تساوي 10 سنت، لان القيمة الحقيقية الواحد صحيح اللي هي بتساوي النقطة بتساوي 10 دولار. فدي كده لما تكتب كده يبقى 10 سنت، لما تكتب كده مثلا يبقى 30 سنت، لما تكتب كده مثلا يبقى 70 سنت، لما تكتب كده بيبقى دولار، لما تكتب كده مثلا بيبقى دولار و80 سنت، لما تكتب كده بيبقى 3 دولار و70 سنت، لما تكتب كده يبقى كده ب10 دولار، لان الفوليوم واحد صحيح اللي هو بيساوي 10 دولار. لما تكتب كده مثلا 10 دولار ونص، يبقى دي
النقطة اللي هتتحرك هتساوي 15 دولار. هنا تقدر تحدد الستوب لوز بتاعك والتيك بروفيت. ممكن ما تحددهمش في البداية، ممكن تخش الصفقة وبعد كده تقدر تحددهم تاني عن طريق التيرمينال. كومنت لو عايز تسيب كومنت معين. التايب هنا عندنا حاجتين، في حاجة اسمها instant execution، حاجة اسمها pending order. instant execution يبقى انت عايز تنفذ لحظيا، عايز تنفذ دلوقتي. pending order يبقى انت عايز اوردر معلق، عايز اوردر من سعر معين، اوردر من فوق او اوردر من تحت. لو instant execution هتدوس سيل او هتدوس باي، هيقدر ان هو انت عايز سيل ولا باي، هتنفذ من السعر. لو انت هتدوس باي هتنفذ من السعر ده، لو انت هتدوس سيل هتنفذ من السعر ده وتتنفذ على الستيشن. لو pending order هيحولك على حاجة اضافية علشان يتضاف لك، تشوف انت عايز باي ليميت ولا سيل ليميت ولا باي ستوب ولا سيل ستوب. طب ايه الفرق ما بين الاربعة دول؟ يا ريتنا يعني كل واحد يحفظهم بشكل معين. الباي ستوب، اللي هي لما السعر يطلع اشتري، لما السعر يطلع اشتري. الباي ليميت لما السعر ينزل اشتري، لما السعر ينزل اشتري. يبقى اذا انا اقدر احط مثلا باي ستوب من هنا، لما السعر هيطلع هنا انا هشتري، او احط باي ليميت من هنا، لما السعر ينزل هنا انا هشتري بغرض ان هو يطلع تاني، او لما السعر يطلع هنا انا هشتري بغرض ان هو هيكمل صعود. السيل ليميت العكس، احنا قلنا الباي ستوب لما يطلع اشتري، الباي ليميت لما ينزل اشتري. السيل ستوب لما ينزل ابيع، يعني السيل ستوب والباي ليميت زي بعض. السيل ستوب لما ينزل ابيع، والسيل ليميت لما يطلع ابيع. على اي حال انت مش هينفع تنفذ غير الحاجه الصح. بمعنى انت دلوقتي السعر 88 شايفينه بيتحرك اهو على اليمين 88 وليكن 12. احنا هناخد باي ليميت، يعني لما ينزل نبيع. طب هنحط السعر فوق وهنشوف هيقول لنا ايه. هيقول لنا invalid take profit or stop loss. طيب لو غيرنا بدل الباي ليميت خليناها باي ستوب وعملنا كليك كده، نفذ العقد بتاعنا. نفذ، ادي رقم العقد بتاعنا 1.5. يبقى احنا كده نفذنا النقطه ب 15 دولار. حلو، من السعر كذا كان سكسسفول، خلاص ناجح. اوكي، نبدا هنلاقيهم بقى موجودين. ادي البيندنج اوردر موجود في الخانه اللي هي العقود اللي هي لسه ما اتفعلتش. لما السعر يوصل لها هتبدا الخانه دي تخش في السوق. لما السعر يوصل لهنا تبدا تخش في السوق، ويبدا هنشوف بقى قدامنا المكسب والخساره. ناخد مثلا تجربه على عمله تانية وليكن اليورو. اليورو مثلا هناخد النقطه ب 50.50، يعني النقطه هنا ب5 دولار. هناخد انستانت اكسكيوشن من السعر الحالي، وليكن سيل. شايفين هنا بدأنا هنا مخصوم بوينت، يعني ماينس 22، وده فرق العمولة بتاعت الشركة، ودي بتساوي نقطتين. انت داخل هنا النقطة كانت ب5 دولار، يبقى انت هنا هيتاخد منك 10 دولار اللي هي العمولة. لما السعر يمشي في مصلحتك فانت هتقدر تعوض العمولة دي. يعني شايفين هنا مثلا السعر بدأ بينزل شوية، احنا المفروض تاخد مننا 10 دولار، كده السعر عكس علينا كده، يعني بيتغير طالع او نازل بيتغير. وبنقدر نتابع السوق. اللون ده اخضر، ده معناه ان احنا الصفقة قربت ان هي تتفعل. الميتا اديتور لو انت عندك ده عشان خاطر كتابة الاكسبرتات. الاكسبرت ادفايزر لو انت عندك اكسبرت
وعايز تشغله، بتضيف طبعا الاكسبرت اللي عندك، بتضيفه على الشارت، وده ليه موضوع خاص بيه في المنتدى. الايكونز دي تغيير لاشكال الشارت. ده البار شارت، وبتوضح عن الشكل التالي. ادي الهاي وادي اللو وادي الاوبن وادي الكلوز. ده الاوبن وده الكلوز. الكاندل ستيك اللي هي الشموع اليابانية اللي احنا كلنا بنفضل نستخدمها. اللاين شارت اللي بيحدد القمم والقيعان. دي زوم ان وزوم اوت، تكبير وتصغير. يفضل انك تستعمل زرار اند بعد ما تخلص تكبير عشان تجيب الشارت في اخر الشاشة. هنا اوتو سكرول، تحركه في الاخر او في النص. هنا ده الانديكيتورز، دي كل الانديكيتورز الموجودة على المنصة، مش دول بس طبعا، دول الحاجات اللي هي بتستخدم، دول حرف الاي والحاجات اللي بتستخدم اكتر. في موفنجات، في الانديكيتورز بتاعت الترند، الموفنج افريج والاي دي ام الاي دي ام اي والبولينجر باندز، مؤشرات الاوسكيليتورز، مؤشرات الفوليومز، مؤشرات البيل ويليامز. ودي المؤشرات الإضافية اللي أنت بتحطها، بالإضافة إلى بعض المؤشرات برضو موجودة في المنصة. طبعا كل مؤشر من دول ليه استخدامه، وكل أغلب المؤشرات دي مشروحة في مكتبة الفوركس من الألف إلى الياء، الموجودة في قناتنا على اليوتيوب أو في قسم التعليم بالفيديو. هنا لو أنت عايز تنقل ما بين الفريمات، يعني وليكن ام 15، ادي شكل الام، يعني ادي 15 دقيقة، وهي موجودة هنا. يعني هنا شرط الدقيقة، يعني كل شمعة من دول بتساوي دقيقة. هنا شرط الخمس دقايق، كل شمعة من دول بتساوي 5 دقايق، وهكذا. ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، وادي 4 ساعات. يوم، اسبوع، كل شمعة من دول بتساوي اسبوع. شهر، كل شمعة من دول بتساوي شهر. هنا التمبلتس، لو انت في تمبلتس معينه انت مخزن شكل معين على الشارت، حاطط الموفينج افريج بتاعك، حاطط البولينجر باند، مش عايز كل مره تخش تحط الحاجات دي من تاني، فبتخزنهم في حاجه اسمها سيف تمبلت. دي التمبلت بتاعتك، حلو، وتعمل سيف تمبلت، تحط حاجاتك اللي انت عايزها وتعمل سيف تمبلت وتخزنها باسمك، وبعد كده تقدر تسترجعها في اي وقت. ده عشان يشير الى السعر اللي انت عايز تقف عنده. مثلا انت عايز تشوف القمه دي، فانت هتشوف القمه دي عند سعر كام، او القاعده عند سعر كام. ده لو عايز ترسم خط بالطول عشان تشوف التوقيت مثلا. ده لو عايز ترسم خط بالعرض عشان تمسح، بتدبل كليك عليهم وتعمل ديليت. ده لو عايز ترسم ترند او توصل بين خطوط معينه، وليكن عايز توصل هنا مثلا، او لو عايز مثلا ترسم واحد تاني مثلا توصل هنا عشان ترسم نقط القوة اللي السعر هيقابلها. دي الفيبوناتشي تشانل. ده الفيبوناتشي، لو عايز ترسم فيبوناتشي. طبعا تعليم رسمي فيبوناتشي برضه موجود في المكتبة. لو عايز تضيف تكست معين، لو عايز تضيف أسهم معينة عشان تفتكر مثلا مكان دخول صفقتك،
تفتكر مكان التفكير اللي انت كنت مفكر هل هو طالع ام نازل. ودي زي ما قلنا التوقيتات. اذا احنا كده يعتبر لمينا بشكل كامل عن فايدة كل زرار من دول وازاي ان احنا نقدر نستعمله. هتبقى حاجات بسيطة. لو عملنا رايت كليك على الشرط اللي قدامنا هنشوف برضو بعض الاختيارات موجودة، هي تريدنج موجود، النيو اوردر والاوردر ده التريدنج لو انت عايز تاخد اوردر جديد. لو انت مشغل اكسبرت تقدر تشوف بياناته من هنا. ده برضو التوقيت، ده التمبلت لو انت عايز تنزل التمبلت بتاعتك. ده ريفريش ترتيب، دي الشبكة. اي حد لما هيخش هيفتح الستيشن هيلاقي عنده شكل الشرط عامل كده رخم وبارد. هناخد رايت كليك ونشيل الشبكة يبقى الشرط كده نضيف قدامنا. دي برضو زوم ان وزوم اوت، وده سيفنج بيكتشر وبرنت. بروبرتيز، بروبرتيز هنا فيها بعض الاختيارات. لو انت عايز تغير الالوان اختار بقى الالوان اللي تريحك. دي برضو لو انت عايز اوف لاين شارت لو اشتغل والنت مش شغال. شارت اون فور جراوند، شارت شيفت، شارت اوتو سكرول. يمكن اغلب الحاجات دي انا مش بستعملها، مش بستعمل فيها بس غير الشو بيريود سيبريتورز. الحاجات دي موجودة فوق. شو بيريود سيبريتورز اللي هي ممكن يفرق بين يعني الشموع دي كده بتساوي سنة، دي كده بتساوي سنة، وليكن مثلا دي كده ادي الشموع من اول 4 ساعات، يعني من اول اسبوع حتى 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 الان. الاسبوع اللي فات ادي من اول اسبوع وانتهت هنا وهكذا. اعتقد كده نقدر نقول ان احنا قدرنا ان احنا نشرح بشكل مبسط وسريع كيف استعمال الميتا تريدر. طبعا عشان تقفل الصفحة دي هتدوس عليها دبل كليك. ممكن تعمل رايت كليك عليها وتغير في التريلينج ستوب او تغير في شكل العرض. هل انت عايز البروفيت يبقى بالبوينت ولا بالفلوس؟ هي عامة بتتكتب تحت. لو عايز تقفل تختار هنا، بيقول لك هنا كلوز. كلوز يبقى انت هتشوف انت كده يعني لما دخلنا بيع كان السعر ساعتها طلع، فانت كده خسران 62 نقطة. لو عايز تقفل على هذه الخسارة فانت هتقفل، هتدوس كده مثلا قفلت على الخسارة دي وخلاص نزل رصيدك القيمة اللي انت خسرتها. لو عايز تفتح بوزيشن تاني زي ما احنا اتفقنا تقدر تفتح وتقفل. احنا عايزين نغير التيك بروفيت والستوب لوز، هناخد مثلا ايا كان اي مثلا. ده الستوب لوز بتاعك، بتدوس عليه دبل كليك تقدر تحط الستوب لوز اللي انت عايزه مثلا، وليكن انا عايزه يتحط وليكن 10 نقط، وادي التيك بروفيت وليكن 10 نقط هو كمان. تعمل موديفاي خلاص اتقبل، اتسجل عندك هنا ادي الستوب لوز بتاعك وادي التيك بروفيت بتاعك وادي السعر الحالي. لما يوصل ليها هيقفل لك العقد اوتوماتيك، او لو انت عايز تقفل العقد براحتك في اي وقت تفتح الستيشن تستنى لما مثلا يكسب معاك شويه بعد كده تقوم جاي قافل، او حسب طبعا تحليلك حسب انت محلل على ايه ودخل على ايه. اتمنى يكون الشرح افادكم وان شاء الله هنتابع سويا اي استفسارات للاعضاء او اي اسئله بحيث ان احنا نقدر نرد على كل الاسئله في موقعنا الجميل اللي هنستناكم كلكم فيه www.fx-arabia.com او على قناتنا على اليوتيوب www.fxarabia.com. بشكركم على حسن استماعكم، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وشرح جديد لحاجات اخرى مختلفة في الفوركس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.